بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني كتير. تعالوا النهارده هنعمل مع بعض شويه رز بلبن، حاجه كده جميله جدا جدا باطعمه مختلفه. هنجرب مع بعض، وبلتر واحد لبن بس او كيلو لبن او حليب. زي ما بتقولوا هنعمل احلى رز بلبن بطريقة سهلة وبسيطة جدا. بس لو اول مرة بتشوفوا قناتي ما تنسوش تفعلوا الجرس وتعملوا اشتراك للقناة. ولو عجبكم الفيديو ولو ما عجبكوش الفيديو اعملوا ديسلايك عادي جدا يا حلوين، انا بحب اعرف رأيكم علشان اطور من نفسي واقدم لكم حاجة ترضيكم باذن الله. يلا بسم الله كده وعلى بركة الله نبدأ مع بعض نعمل الرز بلبن الخطير جدا. زي ما انتوا شايفين كده هنعاير حوالي كوبايتين 3 رز. انا هنا عملت 3 رز على لتر اللبن، اللي كيلو اللبن عفوا، كيلو لبن واحد، وهنعمل احلى رز بلبن. تمام كده. ادي 3 كوبايات رز، اي رز عندنا. بعد كده هغسلهم غسله كويسه كده وهرجع لكم تاني. نغسلهم يا حلوين اكتر من مره كده عشان نضمن ان النشويات اللي في الرز دي تنزل كده قدر المستطاع. تمام كده. بعد ما غسلناهم يلا بقى نجيب الحله كده اللي هنعمل فيها، وبسم الله ونبدا وصفتنا. هننزل بالرز معانا في كذا طريقة للرز بلبن. ممكن ننقع الرز حوالي ساعة كده في مية، وبعد كده نبدأ نظبطه على النار. والطريقة بتاعت النهاردة زي ما انتوا شايفين كده، 3 كوبايات الرز حطيت عليهم رشة ملح صغيرة وقلبتهم معاه كويس كده. وبعد كده هننزل بقى عليه بمية سخنة. المية دي سخنة عشان ما يغيبش معانا على النار. وهنعمل احلى رز ولبن، حاجه جميله جدا جدا. بتحطيها في التلاجة كده من مقدار بسيطه جدا، بتبقى حاجه حلوه في التلاجة، جميل جدا. بعد كده حطيت الميه، والميه تكون بزياده شويه. ويلا نرفع الرز على النار ونسيبه يشرب بالميه قبل ما نحط له اللبن. تمام كده. زي ما انتوا شايفين كده يا حلوين، احنا كده ما عملناش حاجه غير اننا ضفنا رشه ملح صغيره، والميه اللي زودناها ميه سخنه على الرز. هنسيب الرز بعد كده بقى يشرب، يعني يشرب الميه اللي عليه دي يا حلوين. زي ما انتوا شايفين كده. المهم ان احنا مش هنضيف اللبن غير لما نلاقي الرز قرب جدا ان هو يستوي، والرزايه اتكسرت معانا كده عشان ما يغيبش معانا في السوا بعد اللبن. تمام كده. الطريقه دي جميله جدا عشان بتوفر لنا في كميه اللبن يا حلوين. زي ما انتوا شايفين كده، اللهم بارك، عملنا كميه كبيره بكيلو لبن واحد. بناخد الرز كده بنخليه يدوب كده، ياخد التسويه بتاعته في الميه، وبتشرب الميه كلها. وبعد كده بننزل باللبن اللي معانا ده. زي ما قلت لكم كده كيلو لبن. لازم يا حلوين يكون كمية اللبن اكتر من معدل من ان احنا نطبخ الرز بالمية، يعني اللبن يبقى اكتر. تمام كده. بعد كده بقى فرغنا كيسين فانيليا. يا رب تكون النهارده الوصفة سهلة وبسيطة كده عليكم وتجربوها، جميلة هتعجبكم جدا جدا. زي ما انتوا شايفين كده قلبنا فيه كيسين فانيليا. ممكن تضيفي الفانيليا في الاخر، مفيش مشكلة. وبعد كده ضفت حوالي 3 معالق سكر. ممكن برضو تحلوه وتسكريه زي ما انتوا عايزين. ممكن لو بتحبوه مش مسكر يعني كفاية 3 معالق على ال3 كوبايات رز. تمام كده. انتوا ممكن تحطوا السكر اللي انتوا عايزينه. بعد كده قلبنا بقى. تعالوا بقى نضيف كده معانا كيس كريم شانتيه. هيدي طعم وهمي جدا جدا. انتوا ممكن تاخديه تقلبيه في ميه وبعد كده تنزلي على الرز باللبن، لكن انا حطيته دايركت كده على طول على النار. وهنقلبه كده بمضرب يدوي بسيط عشان ما يكلكعش معانا. والله هنشوف لو كلكع معانا هنشتغل بالمضرب اليدوي. وهنقلبه تقلبتين كده حلوين زي ما انتوا شايفين كده. تمام كده يا حلوين. لو وصلتوا معايا كده لغاية هنا صلوا على النبي كده، واللي ما عملش لايك اعملوا لايك يا حلوين لو عجبكم الفيديو. بعد كده زي ما انا شايفاه كده مكتل كتل خفيفة كده، دي الكريم شانتيه. كتل بسيطة كده، سهلة بسيطة. هنضيعها بايه؟ هنضيعها بالمضرب اليدوي. ولو سيبناها على النار غلت اكتر من غلوة هتروح برضو، بس انا بظبطها كده بالمضرب اليدوي دقيقة كده. وبعدين عشان نتأكد كمان ان الكريم شانتيه امتزج كده مع الرز كله. كريم شانتيه مع الرز بلبن خطير جدا جدا، يمكن احلى من طعم القشطة كمان. بعد كده خلاص احنا كده ضفنا كل المقادير بتاعتنا. هنهدي عليه النار خالص
وهنسيبه بقى يعيش كده مع حياته كده ويستوي ويعيش حياته كده ونرجع له. شايفين اللهم بارك. لان الرز زي ما انتوا عارفين كده يا حلوين كان خلاص قرب يستوي، مكملش دقايق على النار وكان خلص. هنعمل بقى ايه مع بعض؟ هناخد هعمل لكم بكذا طعم مختلف. هنعمل الاول بولتين صغيرين كده وادخلهم الفرن. هنضيف ليهم على الوش قطعة سمنة صغيرة او زبدة، انا هنا هعملهم بالزبدة بس مش عايزة اقول لكم يعني قطعة صغنونة جدا جدا، يدوب كده بس تدي تحميرة كده على الوش عشان ما تغيرش معانا طعم الرز باللبن. شايفين حاجة صغيرة كده ما تذكرش لو بتحبوا الرز بلبن في الفرن. تمام كده، انا هودي دول الفرن وهنكمل الباقي بقى هنغرفه. تمام كده، شايفين الرز بلبن اللهم بارك طعمه خطير جدا جدا جدا. يا رب تجربوه كده وتقولوا لي ايه رايكم. بعد كده بقى فرغت طبق عاديه او كاسات اللي تفضليه. وبعد كده بنرش الجوز وبترش بقى المكسرات اللي عندنا. لو موجود مكسرات تمام، مفيش هنزوق بحاجات تانية. دي هنا انا حطيت الجوز اساسي عندي عفوا في الرز بلبن، هم عندي بيحبوا الجوز جدا فانا ضفت لكل المطابق عندي الجوز. بعد كده بقى هنزوق بطريقة مختلفة. يعني الاولانية دي المطبقية انا حطيت لها الجوز وحطيت لها البندق، عملت 2 بندق وبعد كده الجوز، وهنضيف زبيب، ممكن تضيفي رشة قرفة، ممكن تعملي الرز بلبن بنكهة الفواكه، يعني ممكن تعملي رز بلبن وتضيفي عليه فراولة، طرنشات فراولة او موز او اناناس موجود عندكم. تمام كده، انا عملت 2 بالجوز والزبيب و2 بالبندق. تمام كده، هنعمل واحدة مع بعض جدا. دي حقيقة دي من اطعم النكهات اللي انا بحبها. بحب جدا اعمل الرز واللبن بالقرفة. ما تستغربوش، القرفة طعمها جميل جدا جدا جدا. حاولوا كده تجربوها. الناس لو بتحبوا اللي بيحب القرفة جربوا كده ترشوها على الرز باللبن، بجد خطيرة جدا. ودول الاتنين اللي انا دخلتهم الفرن. شايفين اللهم بارك. يبقى عملنا مع بعض كده اطعمة مختلفة. عملنا بالبندق وبالزبيب والجوز، وعملت في الفرن وعملت رشة القرفة. جربوها طعمة جدا جدا. يبقى احنا النهاردة حلوين عملنا مع بعض الرز بلبن بطريقة سهلة وبسيطة كده. يا رب تكون وصفة النهاردة عجبتكم يا حلوين، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.